عم بكل خير. حلقة أو لايف النهاردة عن حديث الساعة، وحديث الساعة هو نادي الزمالك. مجلس إدارة نادي الزمالك استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك، بيهرب من المسؤولية. مجلس إدارة نادي الزمالك بينط من المركب وهي بتغرق. قدم استقالات جماعية في وقت صعب جدا، وقف قيد ظروف مالية تحت الصفر. مجلس إدارة نادي الزمالك بيرمي الفوطة وينط من المركب وهي غرقانة. مجلس إدارة نادي الزمالك غرق الزمالك. مجلس إدارة الزمالك بينط من المركب وهي غرقانة. الزمالك إلى أين؟ والزمالك هو حديث الساعة. مجلس إدارة نادي الزمالك بيقدم استقالات جماعية في وقت صعب جدا، وقف قيد أزمات مالية، تخبط إداري شديد جدا في نادي الزمالك. الزمالك إلى أين؟ الزمالك إلى مهب الريح. ممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني العتال وكل الصفحات اللي بتتربح عشان تقبض، يا تدمر يا تطبل. ضيعتوا نادي الزمالك. ومين اللي بيحاسب على الفاتورة؟ جمهور نادي الزمالك، المحب لنادي الزمالك، الجمهور اللي ما بيستنفعش من نادي الزمالك بشيء، بيعشق نادي الزمالك بدون مقابل. لعيبة نادي الزمالك لازم تطلع وتقول لجمهورك مين مكمل مع نادي الزمالك، مين شاري نادي الزمالك، ومين هيهرب زيه زي مجلس إدارة نادي الزمالك وينط من المركب وهي بتغرق. الزمالك إلى أين؟ الزمالك إلى نفق مظلم. الزمالك ينهار، وكله من أبناء نادي الزمالك أو محبين نادي الزمالك. ناس بتقول إحنا بنعشق نادي الزمالك وهي اللي بتحارب. زي ما قلت لك مقسومين اتنين، ناس بتطبل وناس بتهاجم عشان تخرب، وادي النتيجة. الزمالك في مهب الريح. جمهور الزمالك عايش مأساة كبيرة جدا جدا، نفسيا وضغط عصبي، لانه بيعشق الكيان بدون اي مقابل. مجلس الاداره بياخد دعم معنوي ودعم نفسي وبمصالح شخصيه كتير في مكانه على كرسي نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك بتاخد ملايين، لكن الجمهور لا حول له ولا قوه، يعشق نادي الزمالك بدون مقابل وما يقدرش يغير انتماءاته. نادي الزمالك جمهوره عظيم. ادعم نادي الزمالك، ما تدعمش اشخاص. جمهور الزمالك خليك في ظهر النادي. احنا متقسمين زي ما انا قلت لك قبل كده، جمهور ممدوح عباس وعلى ما شاكلته، وجمهور مرتضى منصور، وجمهور الوايت نايت، وجمهور الغلبان اللي زي حالاتي وحالاتك اللي بيعشق النادي ومش مستني اي حاجة من النادي. دلوقتي هيبان المعدن الاصيل اللي هيقدر ان هو يدافع عن نادي الزمالك او يقف جنب نادي الزمالك في محنته. التاريخ مش هينسى، والتاريخ مش هينسى الناس اللي باعت نادي الزمالك والناس اللي غرقت نادي الزمالك من اجل مصالح شخصية. دمرتوا نادي الزمالك من اجل خلافات شخصية. لمصلحة مين؟ نادي الزمالك يكون في الوضع اللي فيه دلوقتي حاليا. داخلين على موسم جديد وقيد مقفول، مفيش فلوس. احمد السيد زيزو عايز يمشي. طب مين اللي هيقعد يتفاوض في صفقة احمد السيد زيزو؟ كان زمان جمهور الزمالك هيقبل ان انت تبيع احمد السيد زيزو وتبدا ان انت تحل المشاكل المادية اللي عندك اللي موجودة ورفع القيد، وقلت ان انت هتجيب صفقات في شهر يناير، وقلنا للناس ادعموا نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك، ما تدعموش اشخاص، وهندعم اللعيبة اللي موجودة وهنكون في ظهرهم. يطلع علينا مجلس الادارة يضرب كرسي في الكلوب في وقت صعب جدا على نادي الزمالك. الكل تآمر على نادي الزمالك، الكل بص لمصالحه الشخصية بعيد عن مصالح نادي الزمالك. جمهور الزمالك العظيم اطلع وادعم نادي الزمالك. احنا جمهور كبير، جمهور بالملايين.
عبر عن تضامنك مع نادي الزمالك، حتى لو ببوست على الفيسبوك او على تيك توك او على اي منصه من منصات السوشيال ميديا. اطلع عبر عن رايك. جمهور الزمالك انت كبير، ادعم اللي هيكون معاك في وقت المحنه. الزمالك في محنه شديده جدا ومحتاج كل من هو زملكاوي يلتف حول نادي الزمالك. صحاب المصالح والمصالح الشخصيه دمروا نادي الزمالك، سواء مرتضى منصور بمجلس ادارته، سواء ممدوح عباس وهاني العتال واحمد سليمان وكل من هو طمعان في كرسي نادي الزمالك. كله بيدمر على طريقته. مرتضى منصور بالعجرفه بيدمر النادي بطريقته. ممدوح عباس والناس اللي انا ذكرت اساميها بتمول صفحات معينه لهدم نادي الزمالك. وانت بتقول ان انت زملكاوي. منين ان انت زملكاوي؟ ومنين ان انتوا دخلتوا نادي الزمالك في خلافات شخصيه وخلافات بالجمله؟ جمهور الزمالك بيدفع الفاتوره. ايه اللي وصل نادي الزمالك للحال ده غير ان انتوا كنتوا بتتخانقوا على الكرسي وبتتصارعوا على الكرسي؟ محدش بيتصارع من اجل نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك لازم تطلع تقول لجمهورك انت مكمل ولا مش مكمل، واللي هيكمل جمهور الزمالك هيكون في ظهره ويدعمه. جمهور الزمالك ما بينساش اللي يقف معاه في المحن. نادي الزمالك في محنة كبيرة جدا، محتاج جميع الأطراف والناس كلها تقف في ظهر نادي الزمالك في الوقت ده. جمهور نادي الزمالك ادعم نادي الزمالك ببوست على الفيسبوك أو على تيك توك، أي منصات من منصات السوشيال ميديا. اظهر ودعم نادي الزمالك من أجل نادي الزمالك. احنا جمهور ملناش مصالح مع حد، احنا كل اللي بيهمنا نادي الزمالك مش أكتر. المصالح الشخصية دمرت نادي الزمالك. المصالح الشخصية والخلافات على الكرسي دمرت نادي الزمالك. من أجل مين؟ إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ ومين المستفيد؟ الكرة المصرية عمرها ما تكون مستفيدة من الانهيار اللي فيه نادي الزمالك حاليا. ادعم نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم، جمهور بيظهر معدنه في المحن. خليك في ظهر نادي الزمالك، ادعم نادي الزمالك. أنا نفسي صوتي يوصل للعيبة نادي الزمالك. اطلع كلم جمهورك، قول له ان انت مكمل من اجل نادي الزمالك ومن اجل جمهور نادي الزمالك. فلوسك كده كده هتاخدها، انت بتلعب في نادي كبير اسمه نادي الزمالك. هنخش في نفق مظلم كبير، صدقني اللي هينط من المركب دلوقتي جمهور الزمالك مش هيغفر له. جمهور الزمالك مش هيغفر للي بينط من المركب، والزمالك في اشد محنه. الزمالك محتاج كل الناس في ظهره، محتاج الدعم الشديد لنادي الزمالك. نادي الزمالك يمرض ولكن لا يموت. الزمالك محتاج كل محبين نادي الزمالك يكونوا في ظهر نادي الزمالك. فوق يا جمهور نادي الزمالك، اتحد من اجل نادي الزمالك. انسى ان انت وايت نايت، انسى ان انت كنت بتدعم مرتضى منصور، انسى ان انت كنت مختلف مع مرتضى منصور، انسى كل الخلافات من اجل نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، جمهوره جمهور كبير. لازم جمهور الزمالك يبان ان هو بالملايين. انا قلت لك حاجه بسيطه جدا، وانت قاعد من على تليفونك هترفع بوست لنادي الزمالك تضامن مع نادي الزمالك، هترفع شعار نادي الزمالك، هتدعم نادي الزمالك على اي منصات من منصات السوشيال ميديا. لازم الناس كلها تعرف ان جمهور الزمالك جمهور كبير، والجمهور هيكون في ظهر نادي الزمالك مش في ظهر اشخاص. يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك شامخا. جمهور الزمالك بعد اذنكم، انا اول مره اطلب من حد انه يشير لي فيديوهات. شير الفيديوهات للكلام يوصل للعيبه نادي الزمالك، يوصل من كل من هو زملكاوي بيعشق نادي الزمالك، ما بيعشقش مصلحه من ورا نادي الزمالك. جمهور الزمالك ادعم ناديك. نادي الزمالك في محنه شديده جدا. اتمنى ان جمهور الزمالك يدعم ويدعم بقوه شديده جدا نادي الزمالك. احمد السيد زيزو، عايز تحترف وتطلع تلعب في السعوديه؟ احنا مش هيهمنا والله. نادي الزمالك ما بيوقفش على حد. الفلوس اللي هتيجي من ورا احمد السيد زيزو، وكمان اللي هيجي في اللجنه اللي موجوده لغايه لما يعلنوا انتخابات، بيع كمان احمد فتوح. كده كده الدنيا مش بخير وداخلين على نفق مظلم. يبقى انا هطلع الاثنين اللعيبه اللي يقدروا يجيبوا ماديات كبيره، وابدا ان انا الم الفرقه اللي موجوده، والجمهور ان شاء الله هيدعم اللي موجود. احنا ما بندعمش اسامي، احنا بندعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك وليس من اجل اشخاص. لازم تطلع ولازم تظهر وتظهر بقوه. جمهور نادي الزمالك لازم
تساند نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك، ساند ببوست بدعم نادي الزمالك على جميع المنصات في السوشيال ميديا. نادي الزمالك في محنة شديدة جدا ومحتاج تكاتف الجميع من أجل نادي الزمالك. مجلس إدارة نادي الزمالك هرب من المسؤولية بعد ما دمر النادي وبعد ما دخل النادي في مشاكل كتير ومشاكل شخصية قبل ما تكون مشاكل لنادي الزمالك. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. جمهور نادي الزمالك شير في كل مكان. لازم الكلام يوصل لكل الناس، يوصل للمسؤولين، يوصل للعيبة، يوصل لكل من هو بيحب نادي الزمالك. نادي الزمالك في محنة. نادي الزمالك محتاج كل الناس تكون في ظهر نادي الزمالك. ادعم ناديك، ادعم ناديك، ادعم نادي الزمالك، ادعم نادي الزمالك وبكل قوة. جمهور الزمالك لازم تكون في ظهر نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك. وهنكرر تاني، لازم لاعيبة نادي الزمالك تطلع تكلم جمهورها مكمل ولا مش مكمل. احمد السيد زيزو واحمد فتوح مكملين ولا مش مكملين؟ لو مش مكملين يتباعوا واحل مشاكل الفرقة وابدا ان انا ادعم الناس اللي موجودة. والله عندنا لعيبة كواليتي كويس، بس يلعب من اجل تيشيرت نادي الزمالك ويلعب من اجل جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك جمهور وفي جدا، ما بينساش اللي بيقف معاه في الازمات. وانتوا كلاعيب الكوره انتوا بتلعبوا في نادي كبير، فلوسك مش هتروح عليك، انت بتلعب في نادي الزمالك. فانا من رايي لازم لعيبه نادي الزمالك تطلع تتكلم. ده وقتكم، ده وقتكم، والجمهور والله العظيم هيدعمكم. اي حد موجود في نادي الزمالك الجمهور هيدعمه، الجمهور هيكون في ظهره. الزمالك محتاج من يحب نادي الزمالك، لا يحب مصالح من وراء نادي الزمالك. ادعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. اتمنى ان الناس تشير الفيديو ونبدا نخش نتكلم مع بعض، نشوف ايه الوضع اللي هيكون فيه نادي الزمالك الايام اللي جايه. الايام اللي جايه صعبه جدا. عندك بدايه موسم، ما جبت الصفقات، قلنا مفيش مشاكل، هندعم الناس اللي موجوده. جه عرض لاحمد السيد زيزو، برضو ما عندناش مشاكل، جايب رقم كويس. تبدا ان انت تبيع احمد السيد زيزو وتشوف مشاكل الفرقه وتحلها، والمشاكل الماليه اللي عندك وتحلها. احمد فتوح هتجدد ولا مش هتجدد؟ مش هتجدد، قول انا مش هجدد والنادي يعرضك للبيع ونستفيد بفلوسك. واللي مكمل معانا احنا هنكون داعمين ليه وفي ظهره. نادي الزمالك في محنه شديده جدا جدا. نادي الزمالك ينهار. نادي الزمالك لو دخل في العاشرة السوداء اللي كان فيها ممدوح عباس 10 سنين ما كانش فيه غير كاس مصر، وكان اي لعيب بيعدي من قدام نادي الزمالك كانوا بيتعاقدوا معاه، شفنا 10 سنين سواد. ولو الناس ما اتكتفتش من اجل نادي الزمالك، نادي الزمالك سيذهب الى مهب الريح. جمهور الزمالك عبر عن غضبك، اظهر، قول ان انت هتدعم النادي بس مش هتدعم اشخاص. اتعلم من جمهور النادي الاهلي، اللي بيطلع عن خط النادي الاهلي بيتذبح. مش عيب ان انا اتعلم من جمهور المنافس من اجل نادي الزمالك والمصلحه. انا ماليش دعوه باشخاص، الاشخاص زائلون ويبقى نادي الزمالك. فوق يا جمهور نادي الزمالك، ما تتقسمش، خليك في ظهر ناديك، ما تروحش ورا مرتضى ولا ممدوح عباس ولا المأجورين من الصفحات، الناس اللي بتهاجم وخلاص. طب انت بتهاجم، عندك حل؟ انا ممكن اهاجم واقول حلول اعرضها على الناس، وهي لازم ان انا اقول وقعت وخربت ونيلت؟ ما هي خلاص. جمهور الزمالك هو اللي هيحاسب على الفاتوره اللي بتحصل دلوقتي بصراعات شخصيه، مش صراعات من اجل نادي الزمالك. كلها صراعات كانت ضد رئيس النادي مرتضى منصور وكل من هو طمعان في الكرسي عايز ينط على الكرسي ويجي على نادي الزمالك. طب ليه؟ انت بتحب نادي الزمالك وبتقول انا محب النادي الزمالك. اللي بيحب حد ما بيدمروش. انتوا الاتنين الجبهتين دمروا نادي الزمالك. ناس مع مرتضى منصور بتطبل وتهز دماغها، وناس مع ممدوح عباس بتقبض وبتقفش عشان تهاجم اللي موجود وتبدا تطلع لك اخبار سلبيه واشاعات وتضرب استقرار الفريق. طب ليه كده؟ وعشان ايه؟ عشان الفلوس؟ انت بعت ناديك وبعت انتماءاتك عشان الفلوس؟ يبقى الانتماء للجمهور، الجمهور العادي، الجمهور اللي بيعشق نادي الزمالك ومش مستني وراه مصلحه. الجمهور ده اللي دمه بيتحرق، اللي نفسيته بتبقى زيرو، اللي بيبقى على طول زهقان وبيفكر في حال نادي الزمالك. والمنتفعين من نادي الزمالك هم اللي بيدمروا نادي الزمالك.
الجمعيه العموميه بعد اذنكم هتجيبوا مجلس اداره، جيبوا مجلس اداره عنده خلفيه اداريه محترمه، والناس كلها تبقى في ظهره وتدعمه، ما تتقسمش. ما جتش بالانتخابات تسكت ال4 سنين لغايه لما يجي دورك وتبقى في انتخابات وتنزل وتجتهد وتشتغل عشان الناس الجمعيه العموميه تجيبك. انا مش هقدر كل 10 سنين انا بحاسب لكم على فواتير كجمهور عادي، انتوا بتخشوا في خلافات مع بعضكم، وانا كجمهور عادي انا اللي بحاسب على الفاتوره، ونادي الزمالك هو اللي بيحاسب على الفاتوره. كفايه من 2005 والصراعات شغاله بين مرتضى وممدوح عباس، وكله تكسير في عظم نادي الزمالك، وانا كجمهور انا اللي بحاسب. انا ذنبي ايه؟ هو اللي بيحصل دوت لو بيحصل في اي نادي تاني كانت الناس هتسكت؟ انا ليه احاسب على فواتير ناس عندها خصومات شخصيه بيحاسب عليها جمهور الزمالك ويقول لي انا محب منين إيه؟ محب منين وانت دمرت النادي، وصلتوا النادي لنفق مظلم. ربنا انا مش عارف نادي الزمالك هيطلع من المرحله دي ازاي. مرحله صعبه جدا. لعيبه مفيش مجلس اداره، لعيب عايز يجدد هيتكلم مع مين؟ لعيبه عايزه مستحقاتها هتتكلم مع مين؟ هو ده الوقت المناسب اللي انت طالع فيه كمجلس اداره ان انت تقدم استقالات وتمشي بعد ما دمرت النادي؟ والمشاكل اللي في النادي دي مين اللي عملها دلوقتي؟ سيبك من الحجز بتاع ممدوح عباس، انت دخلك برضه مبالغ كبيره، عملت بيها ايه؟ ما قدرتش تجدد لساسي، ما قدرتش تجدد لبن شرقي، ما قدرتش تقعد امام عاشور، ما قدرتش تقعد مصطفى محمد، مشيت طارق حامد، مشيت ابو جبل، وكل ده كان الجمهور بيدعمك عشان انت بتقول ان الناس دي بتزايد على نادي الزمالك. بعد ما كان معايا منتخب شمال افريقيا في نادي الزمالك، نادي الزمالك كان في موسم اسود، الموسم اللي فات كان موسم اسود على نادي الزمالك، وانتوا السبب، وانتوا السبب. ناس طمعانه في النادي وناس بتحارب عشان تيجي على الكرسي، واحنا كجمهور احنا اللي بنحاسب على الفاتوره. انتوا ليه وصلتونا لكده؟ انتوا ليه وصلتوا نادي الزمالك للدرجه دي؟ مش من مصلحه الكره المصريه اللي بيحصل مع نادي الزمالك. انت بتقضي على طرف تاني من في المنظومه الرياضيه في مصر. نادي الزمالك هتخسف بيه الارض؟ انت عايز توصلني لمرحله النادي الاسماعيلي؟ انت عايز تقضي عليا؟ ما اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يوصل ان احنا نبقى شبه النادي الاسماعيلي، اتفرغ من نجومه، ازمات ماليه، صراعات، ناس عايزه تنط على نادي الاسماعيلي. وصل الاسماعيلي بقاله 5 6 سنين بينافس على الهبوط او بيصارع من اجل البقاء. انت عايز توصل نادي الزمالك لكده؟ والمصلحه مين في مصر؟ ومش مصلحه الكره في مصر ان نادي الزمالك يبعد عن الساحه وعن المنافسه. نادي الزمالك نادي كبير، هتعتمد على مين في منتخب مصر؟ مع احترامي لكل لعيبه مصر، مين عنده الاحتكاكات اللي ممكن يحتكها لعيب نادي الزمالك؟ حتى لو انت هتاخد 3 4 من قوام نادي الزمالك في منتخب مصر اسمهم مؤثرين في منتخب مصر. انت بتدمر النادي، انتوا بتدمروا كيان كبير. صراعات شخصيه دمرت نادي الزمالك، ويرجع يقول لي انا محب وبعشق نادي الزمالك. محدش بيعشق نادي الزمالك غير جمهوره بس. لعيبه بتاخد ملايين وبترزق من نادي الزمالك. مجالس ادارات انت في وضع اجتماعي زيك زي رئيس الجمهوريه، انت رئيس نادي من اكبر النوادي اللي موجوده في الشرق الاوسط، انت وراك جمهور بالملايين. دمرتوا نادي الزمالك من اجل مصالح شخصيه، وانا كجمهور مفروض ان انا ادفع لك الفاتوره. استاذ ممدوح عباس، استاذ مرتضى منصور، استاذ هاني العتال، انت بتقول لي انا بعشق نادي الزمالك. عايزني اصدقك ازاي وانت بتمول ناس تهاجم وتكسر وتدغدغ في عزيمه نادي الزمالك وعزيمه اللي موجود مرتضى منصور العند، وان انت الحاكم بامره في نادي الزمالك هو اللي وصل نادي الزمالك لكده. نادي الزمالك مفلس ماليا ومفلس اداريا وعليه ديون كتيره. انا اول مره اطلب من الناس انها تشير فيديو، والله العظيم الكلام ده لازم يوصل للعيبه. اطلع قول لي انت مكمل معايا ولا لا.
انت على قد مسؤوليتك لنادي الزمالك واتجاه الزمالك واتجاه جمهوره ولا لا؟ هتحاربوا من اجل كيان نادي الزمالك ولا لا؟ يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك شامخا رغم الظروف. استاذ ممدوح عباس، وصلتنا للمرحلة اللي احنا نخش في نفق الله اعلم الزمالك هيطلع منه امتى. مرتضى منصور، وصلتنا لدمار نادي الزمالك، انت مبسوط؟ احمد سليمان، اللي كنت عايز تحط ايدك في ايد المجلس اللي موجود بشروط، هو في حد بيتشرط على نادي الزمالك؟ اللي انتم منتفعين منه واللي عمل اساميكو واللي عمل الملايين اللي انتم عملتوها نادي الزمالك. حازم امام لازم تظهر في الصوره، احمد حسام ميدو لازم تظهر في الصوره، طارق السيد لازم تظهر في الصوره، كل من هو عاشق لنادي الزمالك لازم يكون موجود في الصوره مع نادي الزمالك دلوقتي. نادي الزمالك في محنه ومحتاج الكل، ومحدش يتشرط على نادي الزمالك. وجمهور نادي الزمالك اللي هيخرج عن شريط نادي الزمالك لازم يتهاجم، ويتهاجم بقوه شديده جدا جدا جدا. نتعلم من اخطائنا، بلاش نتقسم، خلينا ورا نادي الزمالك. كرهه حبه، طول ما هو مرتبط باسم نادي الزمالك دعمه لحد ما يقضي مدته ال4 سنين ويجي غيره، لكن ما نهاجمش ونكسر واحنا الخسرانين. نادي الزمالك اللي خسران. اعلام وقت ما هتتكاتف الاعلام هيعمل لك 30,000 حساب، كل واحد هيطلع يتكلم كلمة على نادي الزمالك هيحسب لنفسه ألف مرة قبل ما يطلع يتكلم، لأن عارف إن الجمهور مش هيسيبه، إن الجمهور هيبدأ يهاجمه. أي حد يطلع عن خط نادي الزمالك ويبدأ يصدر مشاكل لنادي الزمالك لازم نادي الزمالك جمهوره يقف له. جمهور الزمالك لازم تتحد من أجل نادي الزمالك. إحنا ما بنشجعش أشخاص، إحنا بنشجع نادي الزمالك. ويا جماعه يا جماعه عشان خاطر ربنا دعموا اللي موجود. بص، ممكن تكون معاه خصومه، ماليش دعوه، طول ما هو موجود في نادي الزمالك هو على ذمتي وبتحاسب عليه في اخطائه وفي الحاجات الكويسه اللي بيعملها. فانا لازم ادعمه في الفتره اللي موجود فيها لعيبه نادي الزمالك عشان خاطر جمهور نادي الزمالك. اطلعوا، يا تطلعوا ببيان وكابتن الفرقه يطلع يتكلم، يا اللعيبه تطلع تتكلم، اللي ماشي يقول انا ماشي، واللي قاعد مع نادي الزمالك في المحنه دي يقول ويشوف المسانده من الجمهور هتبقى عامله ازاي. لكن ما سيبش نادي الزمالك يغرق، الزمالك كده بينهار. عايز توصل لمرحله النادي الاسماعيلي، شيل ايدك واتفرج، ما تدعمش، اتفرج، خليك تبص على المشهد من بعيد، هتوصل للي فيه النادي الاسماعيلي دلوقتي اللي هو بقاله 5-6 سنين بينافس من اجل البقاء. هتبقى مبسوط كجمهور نادي الزمالك لو ده حصل، بسبب ان انت ما بتدافعش عن نادي الزمالك، بسبب ان انت بتدافع عن اشخاص، بتدافع عن اسامي، دافع عن نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك. وانا اول مره والله يا جدعان اطلب ان حد يشير لي فيديو، بس نفسي الكلام يوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالك. ادعم ناديك، ما تدعمش اشخاص. الصفحات اللي كانت بتهاجم المجلس اللي موجود، والصفحات اللي كانت بتطبطب على المجلس الموجود وتهز دماغها، اتحدوا من اجل نادي الزمالك. يا استاذ ممدوح عباس، يا اللي صرفت فلوس انت وهاني العتال كتير جدا 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 على تدمير نادي الزمالك وتصدير مشاكل لمجلس الاداره اللي موجود، ارفعوا ايديكوا عن نادي الزمالك، سيبوا الزمالك للناس اللي بتحب نادي الزمالك. ادعم نادي الزمالك، ما تدعمش اشخاص من اجل نادي الزمالك. الزمالك داخل في نفق مظلم كبير جدا، انت ما تعرفش هنوصل فيه لغايه فين، ولا فلوس ولا اداره، وقف قيد، ولاعيبه عايزه تمشي، وناس عايزه تقبض، وقصه كبيره جدا داخل عليها نادي الزمالك. جمهور الزمالك فوق، فوق من اجل نادي الزمالك. يا رب الناس اللي موجوده معايا في اللايف تشير الفيديو عشان الكلام يوصل لكل جمهور نادي الزمالك. ادعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك،
ما تدعمش اشخاص. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. الزمالك شامخا رغم كل الظروف بجمهوره العظيم الداعم لنادي الزمالك. الواحد حزين جدا على اللي بيحصل في نادي الزمالك. نادي الزمالك ده الواحد بيتمنى ان هو يخش النادي. الواحد بيتمنى ان هو يلبس تيشيرت نادي الزمالك. انتوا بتاخدوا ملايين وبتستنفعوا من نادي الزمالك، انتوا فين؟ انتوا فين؟ بتقول لي انا محب النادي الزمالك. محب منين وانت بتدمر النادي؟ محب منين وانت مقسمها فرق؟ شويه مع مرتضى وشويه مع ممدوح عباس وشويه مع هاني العتال. وبعدين اصحى يا جمهور نادي الزمالك، اصحى من اجل نادي الزمالك. ادعم بصوره ببوست على كل منصات السوشيال ميديا ان انت موجود وان انت زعلان على اللي بيحصل في نادي الزمالك. انت فين يا جمهور الزمالك من اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ ادعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك. بلاش التقسيمه وايت نايت وجمهور ممدوح عباس وجمهور مرتضى وجمهور العادي الغلبان اللي طفعان الكوته من اجل نادي الزمالك. اللي بيحزن وبيفرح من نادي الزمالك. نفسيات زفت. بقالنا 3 شهور ما بنسمعش غير سلبيات. لعيبه واتفرغت. فريق وعمل موسم اسوأ مما تتخيل. شيروا عشان الكلام يوصل لكل الناس. اقسم بالله انا اول مره اطلب من حد يشير لي فيديو، بس انا عايز اوصل الكلام لجمهور الزمالك وعايز اوصل كلام للناس اللي عماله تكسر عشان مصالح شخصيه. ليه بتعملوا كده في نادي الزمالك؟ ايه اللي وصلتوه ده لنادي الزمالك عشان مصالح شخصيه؟ انا ذنبي ايه كجمهور؟ والكره المصريه ذنبها ايه ان خلعه زي نادي الزمالك تتدمر؟ واحنا بقالنا كمنتخب مصر 14 سنه ما طلعناش على منصات التتويج. يبقى غرق نادي جمهوره بالملايين وبيمثلني افريقيا ومحليا ادمره عشان ايه؟ جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك فوق، اصحى. ده انت بتتدمر، والله العظيم انت بتتدمر. ادعم النادي واللعيبه تاني. اللعيبه لازم تطلع تكلم الجمهور. لو اللعيبه كلها مش هتطلع، يطلع كابتن الفرقه يقول لنا مين مكمل ومين مش مكمل. احمد السيد زيزو عايز تمشي مع السلامه، انت مش ابن النادي. تمشي وتجيب رقم محترم يتصرف على اللعيبه اللي موجوده وهندعمهم. ده احنا دعمنا وجيه ابو عظيم ودعمنا عاشور الادهم ودعمنا عمرو الصفتي. ده احنا دعمنا سعيد قطه. ده احنا دعمنا سيد مسعد. ده احنا دعمنا لعيبه اقسم بالله في جمهور في الزمالك مش فاكرها. ده احنا دعمنا لعيبه عدت من جنب نادي الزمالك دخلت نادي الزمالك، دعمناها عشان خاطر نادي الزمالك. فتوح هتجدد ولا هتمشي؟ امشي، مش هتفرق. انت كنت موجود انت واحمد سيد زيزو مفنشين تالت دوري ومفنشين تالت في المجموعه دوري الابطال ومفنشين تالت في البطوله العربيه. مش هتفرق اخوها كتير. حازم امام بطل، حسن شحاته بطل، حماده امام بطل، فاروق جعفر بطل، عبد الحليم علي بطل، جمال حمزه بطل، مدحت عبد الهادي بطل، عبد الواحد السيد بطل، طارق السيد بطل. في ايه؟ الزمالك ما بيوقفش على حد. الزمالك ما بيوقفش على حد. الزمالك من 1911 ولا زيزو ولا فتوح ولا اي حد. الزمالك كبير وهو اللي عمل الناس دي. احمد السيد زيزو انت جيت من بره كنت بتتمرن مع الكابتن طارق السيد في المنيا والراجل خدك ووداك لامير وقعدت في نادي الزمالك. رد الجميل لنادي الزمالك. وجروس ما كانش مقتنع بيك واتطورت وطورت من نفسك وانت لعيب على دماغنا ماشي من فوق. هتقف في المحنه اقف، مش هتقف مع السلامه. الزمالك ما بيوقفش على حد. الزمالك ما بيوقفش على حد. يا عم مش جباله، يا عم مش جباله يا اسطوره الزمالك. هتعرف تلم الفرقه ولا مش هتعرف؟ هتعرف تقنع اللعيبه انها تقعد ولا مش هتعرف؟ هتقفوا مع الزمالك ولا نقول لكم مع السلامه وشوفوا وشكم بخير؟
اللي عايز يمشي يمشي. الزمالك من 1911. عايز تمشي مع السلامة. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. الناس المحبين لنادي الزمالك لازم تظهروا دلوقتي في الوقت الصعب ده. ما تقوليش انا محب من نادي الزمالك ومعاك ملايين وانت واقف بتتفرج علينا واحنا دمنا بيتحرق والنادي بيقع. دمرتوا الزمالك بمصالح شخصيه، كله طمعان في الكرسي. طب انا ذنبي ايه؟ انا بقى انا ذنبي ايه كجمهور؟ ده انا بدعم وبسافر وبروح استادات وبتمرمط وبدفع من جيبي وما بستفادش حاجه. وانتوا اللي بالملايين مستمتعين من نادي الزمالك، اللي اشتغل منكم في الاعلام بعد ما بطل، واللي اشتغل في التدريب، واللي اشتغل في الاتجاه الاداري، واللي اشتغل في مجالات بره في شغله، اللي كبرك يا حبيبي نادي الزمالك. انت كنت جاي بالشبشب الزنوبه. انا كان نفسي اي لعيب في نادي الزمالك هو اول مره يجي يخش نادي الزمالك يتصور. انت كنت قاعد يا حبيبي انت والجاموسه والعيله في اوضه، دخلت في نادي 5 نجوم و7 نجوم و10 نجوم، ركبت عربيات انت ما تعرفش اصلا كنت تتصور جنبها، سكنت في اماكن انت اصلا ما كنتش تعرف هي فين. واللي عمل فيك كده الزمالك يا حبيبي. اصحى، تطلع تكلمني تقول لي انا قاعد من اجلك انت كجمهور ومن اجل الزمالك. واللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يمشي يمشي. ملايين ايه اللي انتوا تاخدوها وبتتكلموا في ملايين ايه؟ وانت موريني موسم اسود، موريني موسم اسود. اللي هيتخلى عن نادي الزمالك دلوقتي الجمهور مش هينساه، واللي هيقف جنب نادي الزمالك هيفضل الجمهور في ظهره ليوم الدين. اصحوا، اصحى يا جمهور الزمالك من اجل الزمالك مش من اجل اشخاص. احنا متفرقين، شويه ممدوح عباس وهاني العتال واحمد سليمان، وشويه مرتضى منصور، وشويه الجمهور العادي اللي زي حالاتي، وشويه الجمهور الوايت نايت اللي هو فاكر نفسه ان هو صاحب النادي. محدش صاحب النادي. صاحب النادي الجمهور العادي اللي ما بيستنفعش من النادي بحاجه، هو ده صاحب النادي. جمعيه عموميه غرقتونا، غرقتونا. اختاروا صح. احنا ما بنجيبش مجالس ادارات، احنا ناس بندعم الزمالك عشان بنعشق النادي. واللعيبه اللي بتقلع التيشيرت وتلبس تيشيرت تاني. انت ازاي يا عم بتعمل كده؟ انت ازاي بتلبس التيشيرت الزمالك وتقول انا زملكاوي وفي ثانيه الا ثانيه الاقيك لابس تيشيرت المنافس؟ هتقول لي ده احتراف؟ اقول لك ده انحراف. ده انحراف، اللي انت بتعمله ده اسمه انحراف. طب ما انا بقى جمهور، انا امل بقى من اللي بيحصل فيا اروح رايح مشجع النادي الاهلي. ما بعملش ليه كده وانا مش مستنفع؟ يعني انا ما باخدش ملايين، انا مش عايش عيشه النجوم. انا تعملوا فينا ليه كده انتوا؟ عشان ايه يعني؟ ناس بتعمل مصالح من ورا نادي الزمالك، وناس بتاخد ملايين من ورا نادي الزمالك، وناس واخده وضع اجتماعي من ورا نادي الزمالك، وناس عماله تتربح من ورا نادي الزمالك، وهم اللي بيكسروا في نادي الزمالك. انا بصراحه هتجنن. الناس اللي بتستنفع من نادي الزمالك واخده خير نادي الزمالك هي اللي مدمره نادي الزمالك. ايه ده يا عم؟ ده ايه ده بقى؟ انا ما شفتش كده. انا يقول لك انا محب لنادي الزمالك. محب منين وانت اللي مستنفع من نادي الزمالك؟ انت اللي بتخرب نادي الزمالك. انتوا جننتوني. وانا جمهور عادي ما باخدش حاجه من نادي الزمالك، دمي بيتحرق ونفسيه زفت واخبار سيئه وماشي في الشارع مكشر وماشي في الشارع تايه، كل ده من اجل نادي الزمالك وانا ما بستنفعش منه بحاجه. بعد اذن الناس اللي معايا في اللايف شيروا الفيديو، شيروا الفيديو. الكلام ده لازم يوصل لكل واحد زملكاوي، ويوصل للمسؤولين اللي دمروا النادي، ويوصل للعيبه. كل ده لازم يوصل. لو مش من عن طريقي من عن طريقكم. انتوا بالملايين يا زملكاويه، انتوا بالملايين يا زملكاويه. اطلع اتكلم، قول اللي انت داعم للزمالك بس،
مش داعم لاشخاص. اللي هيقف جنب الزمالك في محنته الجمهور هيحطه على الراس. يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك. الناس المستفيدة من نادي الزمالك هي اللي بتدمر النادي. ده في شرع مين؟ في شرع مين جمهور دمه بيتحرق، جمهور بالملايين؟ ده احنا الواحد بيبقى الزمالك عامل ماتش وحش ومغلوب يقول انا مش هتفرج على الزمالك تاني. الاستوديو التحليلي من قبل ما يشتغل الماتش اللي بعده بساعه الواحد بيبقى قاعد قدام التلفزيون. ليه انتوا ليه بتعملوا كده وانتوا المستفيدين؟ ملايين وشهره وعلاقات واسمك بيكبر وانت بتكبر من نادي الزمالك، واحنا كجمهور عادي مش مستفيدين من نادي الزمالك بشيء. بنتدمر نفسيا وعصبيا وكل حاجه، وانتوا منتفعين من نادي الزمالك. انتوا اللي بتدمروا النادي ليه؟ لمصالح شخصيه. انا ذنبي ايه كجمهور عادي؟ جمهور الزمالك ادعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك مش من اجل اشخاص. تاني رساله للعيبه نادي الزمالك: اطلع صارح جمهورك. قاعد من اجل الجمهور ونادي الزمالك ولا هتنط من المركب زي مجلس الاداره وتهرب؟ اللي هيفضل مكمل جمهور الزمالك هيدعمه ليوم الدين. اللي هينط من المركب التاريخ مش هينصفه، واصلا التاريخ هينساه لانه باع كيان كبير وباع جمهور كبير بالملايين اسمه جمهور نادي الزمالك. انا اسف اني بقول لكم شيروا الكلام دوت. شير الكلام ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. شير من اجل نادي الزمالك. جمهور الزمالك انت بالملايين تستحق الافضل، لان انت بتدعم بكل حب ومش مستني حاجه. فتستحق ان انت تبقى عندك اداره محترمه، تستحق ان انت يكون عندك فريق محترم، تستحق ان انت يكون عندك نجوم، تستحق ان انت تاخد رعايه فلوس برعايه كبيره جدا، تستحق ان لعيبتك تعمل اعلانات، تستحق حاجات كتير. جمهور الزمالك دعم الزمالك من اجل الزمالك، دعم الزمالك من اجل الزمالك. جمهور الزمالك مالكش دعوه باشخاص، دعم الزمالك من اجل الزمالك. انا ولا بدعم شيكابالا ولا بدعم مرتضى منصور ولا بدعم اي حد، دعم الزمالك بس. دعم الزمالك ودعم اللي هيشتريه. بعد اذن الناس اللي معايا في اللايف معلش انا اسف، شير في كل مكان، شير في كل مكان. لازم الكلام يوصل، لازم جمهور الزمالك يفوق، لازم جمهور الزمالك يعرف ان احنا داخلين على مصيبه، ومصيبه كبيره جدا. والله مصيبه كبيره جدا. انا خايف نوصل بينا الحال نبقى زي، اقسم بالله نبقى زي زي النادي الاسماعيلي. والله هنبقى زي النادي الاسماعيلي. نفس الخطه اللي اتعملت في الاسماعيلي انا شايفها بتطبق قدام عيني دلوقتي. النادي الاسماعيلي اتفرغ من نجومه، مشاكل اداريه، ناس طمعانه في النادي. راح فين الاسماعيلي؟ بقاله 5 سنين بيسارع على الهبوط. انت عايز بقى توصلني لكده؟ عايز توصلني ان انا ابقى مش هيفضل من نادي الزمالك غير اسمه الكبير وجمهوره الكبير؟ ليه كده؟ حزين، حزين على اللي بيحصل في نادي الزمالك. وبكل اسف اللي بيدمر نادي الزمالك ناس من ابناء الزمالك او ناس تنتمي لنادي الزمالك. امال انت سبت ايه للمنافس يعمل فيا لما انت اللي من نادي ومن جوه النادي انتوا اللي بتدمروا النادي؟ سبتوا ايه للمنافس؟ طول عمر الزمالك كده ما بيتحاربش غير من جوه. والله العظيم طول عمر الزمالك كده ما بيتحاربش غير من جوه، منه فيه. لك الله يا زمالك، لك الله يا جمهور الزمالك. انت جمهور كيوت، والله العظيم انت جمهور الزمالك جمهور كيوت. ما بتعملكش حساب عشان ما بتصرش، عشان ما بتبينش غضبك، عشان متقسم. لازم تتحد من اجل نادي الزمالك.
حزين، حزين على اللي بيحصل في نادي كبير. المفروض ان نادي كبير ده، ان نادي الزمالك ده صرح كبير في الكرة المصرية. ما ينفعش الناس تقف تتفرج على نادي الزمالك واللي بيحصل في نادي الزمالك. الجمهور لازم يغضب من اجل نادي الزمالك، الجمهور يدعم لعيبة نادي الزمالك. حسوا بالجمهور، حسوا بجمهور نادي الزمالك، واطلع اتكلم، اطلع قول انا مع نادي الزمالك وجمهوره. الملايين كده كده جايه يا حبيبي، وانا قلت لك احنا جايبينك من الارياف. دخلت فنادق 7 نجوم و10 نجوم، ركبت عربيات ما تحلمش تتصور جنبها، سكنت في اماكن انت ما تعرفش اصلا هي كانت فين في مصر. ادعم نادي الزمالك من اجل الزمالك، من اجل جمهوره، جمهوره اللي كبرك، جمهوره اللي نجمك، جمهوره اللي عملك اسطوره. جمهور الزمالك مش حد تاني. ادعم نادي الزمالك يا جمهور الزمالك، ما تدعمش اشخاص. الاشخاص ترحل ويبقى نادي الزمالك. ادعم نادي الزمالك من اجل نادي الزمالك وليس من اجل اشخاص. اتمنى الناس اللي معايا في اللايف تشير الكلام، لازم يوصل للعيبه ويوصل لكل واحد زملكاوي منتمي لنادي الزمالك خايف على نادي الزمالك. لازم تدعم نادي الزمالك حتى لو ببوست. ادعم نادي الزمالك على جميع السوشيال ميديا. لازم تظهر، انت جمهور كبير، جمهور بالملايين بره مصر وجوه مصر وفي الوطن العربي كله. لازم تظهر على الساحه، لازم تكون موجود في السوشيال ميديا، لازم تدعم نادي الزمالك، ولازم لعيبه نادي الزمالك تطلع تقول لجمهورها مكملين ولا مش مكملين. زيزو عايز يمشي يمشي، فتوح عايز يمشي يمشي يمشي. انا قلت لك قبل كده حسن شحاته بطل، حازم امام بطل، احمد رفعت بطل، عبد الواحد السيد بطل، لعيبه كتير ونجوم بطلت والزمالك موجود. ادعم نادي الزمالك من اجل الزمالك. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. ارحموا جمهور نادي الزمالك. جمهور مش مستفيد من نادي الزمالك بشيء غير انه هو بيعشق النادي. دمرتوا دمرتوا النادي بسبب مصالح شخصيه. بتعملوا ليه كده في جمهور نادي الزمالك؟ هو جمهور نادي الزمالك مش قليل، جمهور الزمالك بملايين. كل واحد طمعان في نادي الزمالك بيهد من جهه. طب ليه؟ وتقول لي انا محب، محب من ايه وانت دمرت النادي؟ حزين على اللي بيحصل في نادي الزمالك. اوعى تفتكر ان ده مش هيأثر على الكرة في مصر. دمار نادي الزمالك اقسم بالله لا يدمر الكرة في مصر. مصلحة مين الزمالك يحصل فيه كده؟ مصلحة مين؟ الزمالك يتدمر، الزمالك ينهار، جمهوره ما ينفعش يقف يتفرج عليه. جمهور الزمالك لازم تدعم، لازم تظهر، لازم تعبر ان انت زعلان ومتضايق. يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك. يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك وجمهوره. الجمهور اللي بالملايين، الجمهور اللي بيعشق النادي، الجمهور اللي ما بيشوف واحد زملكاوي زيه في الشارع لابس تيشيرت الزمالك بيبقى نفسه ياخده بالحضن لانه من ريحه الحبايب، ريحه نادي الزمالك. زعلان جدا على اللي بيحصل في نادي الزمالك، وناس واقفه بتتفرج على اللي بيحصل في نادي الزمالك. ليه بتدمروا نادي الزمالك؟ حزين، حزين جدا على نادي الزمالك، لان انا شايف الطريق المسدود، شايف اللي هيجي.
صراعات تاني بعد الانتخابات، وتيجي لجان وتمشي لجان وتيجي لجان، وده يطعن على الانتخابات، وهنخش في سواد كبير، وهنبقى احنا اللي حطينا نفسنا في المكان ده كجمهور الزمالك، علشان ما بنحاربش من اجل النادي. وايت نايت انت مش صاحب النادي، الوايت نايت انت مش صاحب النادي. رجاله مرتضى منصور انتوا مش صحاب النادي، رجاله ممدوح عباس انتوا مش صحاب النادي. صحاب النادي هو جمهور نادي الزمالك، هو ده صاحب النادي الحقيقي. اللجان اللي شغاله والصفحات اللي شغاله وبتقبض انتوا مستفيدين. احنا جمهور عادي ما بنستفدش من حاجه من نادي الزمالك غير ان احنا بنفرح لفرحته وبنحزن لحزنه. انتوا منتفعين من نادي الزمالك دمرتوه. الجمهور العادي اقسم برب العزه نفسيته صفر. يعني ايه فرقه في بدايه موسم مفيش رئيس نادي ومفيش مجلس اداره ومفيش فلوس ومفيش قيد ومفيش وفريق كبير وجمهوره بالملايين؟ بتعملوا ليه كده في جمهور نادي الزمالك؟ عشان خاطر ايه توصلوا الزمالك للمرحله دي؟ على خلافات شخصيه دمرتوا بيها نادي الزمالك، وصلتونا لمرحله صعبه. مين يستحمل اللي هيحصل؟ ومين يتحاسب على اللي هيحصل في نادي الزمالك؟ اوعى تفتكر ان احنا هنقوم من يوم وليله، الوقعه دي هتفضل مطوله. عفوا، هتفضل مطوله. هتيجي لجنه هترمي المشاكل على اللي قبلها، وهتيجي لجنه ترمي المشاكل اللي قبلها، وهيتعمل انتخابات وناس هتطعن والمجلس يتجمد، وتيجي لجان، ونرجع للفيلم بتاع 2005 لغايه 2014 ومش هنشوف. طب ليه؟ ومصلحه مين في مصر ان نادي الزمالك يتدمر؟ في مصلحه الكره المصريه ان الزمالك ما بقاش موجود على الساحه؟ طب ازاي وهو يعتبر قوام من قوام منتخب مصر؟ هتبقوا مبسوطين لما الزمالك ينهار؟ انا عايز اعرف، حد يرد عليا. انا عايز اعرف انتوا وصلتوا نادي الزمالك للمرحله دي ليه؟ وعشان ايه؟ ومين المستفاد؟ انا عايز حد يطلع يرد عليا. عشان مين وعشان ايه دمرتوا نادي الزمالك؟ ومين اللي مستفاد؟ قول لي مين اللي مستفاد. انا بطرح سؤال اهو ومستني الناس ترد عليا. دمرتوا نادي الزمالك من اجل مين؟ ولمصلحه مين؟ وعشان مين؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوفوا نادي الزمالك وصلتوه فين. ده لو هيحصل في اي نادي اللي بيحصل ده والله لا ينزل درجه تانية. والله العظيم اللي بيحصل في نادي الزمالك ده لو في فريق تاني ينزل درجه تانية. تعملوا ليه كده في الزمالك والجمهور؟ بتدمروا النادي ليه؟ مين اللي مستفاد؟ حد يطلع يقول لي مين المستفاد من اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ الكره المصريه مش مستفاده عشان نقول ان الكره المصريه بتعمل كده عشان تبقى مستفيده. انت بتدمر واحد من قلاع الكره في مصر. طب ليه؟ ليه؟ احنا بقالنا كمنتخب مصر بقول لك 14 سنه ما طلعناش على منصات التتويج. يبقى ندمر نادي الزمالك ولا نساند نادي الزمالك عشان منتخب مصر انه يعتبر 50% بيروحوا من نادي الزمالك ومن النادي الاهلي والباقي المحترفين؟ تعملوا ليه كده في نادي الزمالك؟ والمصلحه مين نادي الزمالك بيتدمر؟ ما اكيد مش مصلحه الكوره في مصر ان نادي الزمالك يتدمر. مرتضى منصور ناس معاه بتهز دماغها، وممدوح عباس بيدفع للجان عشان تقعد تدمر في نادي الزمالك، وهو يحجز على فلوس النادي ويقول لك انا محب.
ولعيبه مستنفعه من نادي الزمالك بالملايين بيتشرط بعد ما كان جاي بالشبشب وجاي من الارياف وجاي محدش يعرفه غير ابوه وامه. دلوقتي المصر كلها تعرفه والوطن العربي كله يعرفه، واحنا كجمهور مش مستنفعين بحاجه في ظهر النادي وبنحارب على النادي ومش مستنفعين بحاجه، وانتوا اللي واخدين الملايين والشهره والوضع الاجتماعي واخدين كل حاجه من نادي الزمالك. انتوا اللي بتحاربوا وانتوا اللي بتدمروا وانتوا اللي بتكسروا وانتوا اللي بتوقعوا نادي الزمالك. شيروا الكلام، شيروا الكلام عشان يوصل لكل زملكاوي. والله العظيم انا اول مره اطلب ان حد يشير لي فيديوهات، اقسم بالله انا اول مره اقول لحد شير فيديو. بس خلاص الكلام لازم يوصل، ما انا مش هنفضل نهاتي ونكلم في بعضينا، الكلام لازم يوصل، يوصل للناس اللي بتحارب ليه؟ بتدمرني ليه؟ كل ما الواحد يطلع متفائل شويه يجي يدمروه نفسيا وعصبيا وكل حاجه. قلنا هندعم اللي موجود واقعدوا وبيعوا احمد السيد زيزو وشوف الفرقه وشوف فتو عايز يقعد ولا مش هيقعد، لو مش هيقعد يتباع، ونقف وندعم الناس اللي موجوده. لكن تنط لي من المركب بعد ما انت اللي خربتها. انا المفروض ان انا اسقف لك بقى لما انت تطلع تقدم استقالات بالجمله، اسقف انا صح؟ هتودونا فين؟ هتودونا فين؟ لازم جمهور الزمالك يدعم، لازم جمهور الزمالك يكون موجود على منصات السوشيال ميديا كلها. جمهور الزمالك لازم يظهر، لازم على الاقل لو ببوست على الفيس ولا على اي منصة من منصات السوشيال ميديا لازم تبين دعمك لنادي الزمالك. لعيبة الزمالك لازم تطلع تكلم الجمهور مين مكمل ومين مش مكمل. مش هنقعد نقدم في مالطة. الحقوا الزمالك قبل ما ينهار. والله العظيم هنوصل للمرحلة اللي فيها الإسماعيلي. والله العظيم الزمالك هيوصل للمرحلة اللي فيها الإسماعيلي لو الجمهور ما وقفش، لو الجمهور ما دعمش، لو الناس اللي منتفعة من نادي الزمالك ما بعدتش. اللي هيكون موجود في نادي الزمالك اللي عايز جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك بس. ابعدوا عن نادي الزمالك كل المنتفعين والمأجورين واللي بيعملوا مصالح من نادي الزمالك. دمرتوا نادي الزمالك، سواء مرتضى والناس اللي بتهز الدماغ، وسواء ممدوح عباس واللجان اللي كانت بيدفع لها، وهاني العتال واللجان اللي كان بيدفع لها، واحمد سليمان. ابعدوا عن نادي الزمالك، الجمهور فاض بيكين. لعيبه نادي الزمالك اطلع دلوقتي، كلم جمهورك، طمن جمهورك، اللي قاعد قاعد واللي مش قاعد مع السلامه. الزمالك ما بيوقفش على حد، الزمالك ما بيوقفش على حد. الزمالك من 1911 حزين، حزين على اللي بيحصل في الزمالك، حزين جدا. عشان خاطر ربنا شيروا الكلام، شير مرة واتنين وتلاتة، كبس على الشاشة ليوصل الكلام للعيبة. اللعيبة لازم تطلع دلوقتي تكلم الجمهور يا جدعان، لازم يحدد موقفه، موجود ولا مش موجود. مين اللي هيدير الزمالك لغاية لما تيجي اللجنة؟
مين؟ انا متاكد مليون المية ان الراجل اللي اسمه سوارش المدير الفني ده هيسافر مش هيرجع. يرجع ازاي؟ هيرجع يشتغل مع مين؟ هيرجع يكلم مين؟ مين هيديله فلوسه؟ مين هيدي اللعيبه فلوسها؟ انا مبسوط جمهور الزمالك كده قاعد بيتفرج، مش عارف في ايه. ليك ربنا جمهور الزمالك، وليك ربنا يا زمالك. المرحله الاسوأ في تاريخ نادي الزمالك هي المرحله دي. اصعب مرحله هتعدي على نادي الزمالك هي المرحله دي. حزين على اللي بيحصل في نادي الزمالك. قلقان من اللي جاي لنادي الزمالك. قلقان جدا من اللي جاي لنادي الزمالك. ليك ربنا جمهور الزمالك. الزمالك يمرض ولكن لا يموت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. الزمالك بح. الزمالك بح. الزمالك في مهب الريح، واللي ودى الزمالك في مهب الريح المنتفعين من نادي الزمالك. كل من هو منتفع من نادي الزمالك هو اللي دمر نادي الزمالك. هو اللي بيحارب عشان كرسي، هو اللي بيحارب عشان يوقع اللي موجود، هو اللي عايز يقول انا صاحب العزبة. هو كل اللي منتفع من نادي الزمالك هو اللي بيدمر نادي الزمالك. والجمهور اللي مش مستفيد من نادي الزمالك بحاجة غير ان هو بيعشقه، هو اللي بيساند، وهو اللي بيدعم، وهو اللي بيحزن، وهو اللي بيفرح. وانتوا المنتفعين بتكسروا وتدمروا في نادي الزمالك. حزين، حزين على اللي بيحصل في نادي الزمالك. وللاسف كله من جوه، كله من جوه الزمالك، مفيش حاجه من بره. يقول لك انا محب لنادي الزمالك. محب لنادي الزمالك؟ دمرت نادي الزمالك عشان خصومات شخصيه. جبهتين، هاني العتال وممدوح عباس واحمد سليمان جابها، والسيد مرتضى منصور واولاده وهزاز الرؤوس جابها. ضيعتوا النادي، ضيعتوا النادي وجبتوا اليأس والحزن الملايين من الجماهير في مصر والوطن العربي. انتوا وصلتوا النادي الزمالك لكده ليه؟ صراعاتكم الشخصية خلوها بعيد عن نادي الزمالك. احنا مالنا؟ انا كجمهور انا مالي؟ بتكرهوا بعض ولا ما تولعوا ببعض؟ بعيد عن نادي الزمالك. احمد حسام ميدو اظهر، حازم امام خد موقف، طارق السيد خليك موجود، عبد واحد، مدحت عبد هادي، كل من هو منتمي لنادي الزمالك لازم يكون موجود دلوقتي. اللعيبه تطلع تصارح الجمهور. انتوا مكملين ولا مش مكملين؟
واللي عايز يمشي يمشي. زيزو انت كنت جاي من بره محدش يعرفك، رحت اتمرنت مع الكابتن طارق السيد في المنيا، وخدك نادي الزمالك لامير، وجروس ما كانش مقتنع بيك، وانت اجتهدت وبقيت لعيب رقم 1 في مصر. رد الجميل لنادي الزمالك في محنته، هتسيبه وتمشي بعد ما عملك، بعد ما كانش حد يعرفك، عمل احمد السيد زيزو؟ وانت يا عم فتوح قاعد ولا مش قاعد؟ مش هنطبطب على حد احنا كجمهور، هطبطب عليك وانت موجود في النادي. هتبيعني اقول لك مع السلامه، واقولها لك تاني، الزمالك من 1911. الزمالك مش بتاع النهارده، ولا بتاع فتوح، ولا بتاع زيزو، ولا بتاع طارق حامد، ولا بتاع ابو جبل، ولا بتاع اي حد. الجمهور هو صاحب الكيان، الجمهور هو صاحب النادي، يرحل من يرحل. وجمهور الزمالك مش هيدعم غير اللي عايز نادي الزمالك. ملايين وخدته، شهرة وخدته، وضع اجتماعي وخدته، عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني من نادي الزمالك اللي هو خيره على اي حد فيكم؟ جزاء نادي الزمالك ورد الجميل اللي انتوا تدمروه. انا مش عارف اقول ايه، مش عارف الكلام يوصل لكم ازاي. ده الواحد بيعشق النادي، ده الواحد بيعدي من قدام النادي بيعمل يحس ان هو عمل تاريخ. انتوا بتعملوا ليه كده في النادي؟ انا مش عارف، انا مش عارف اقول ايه. انا اسف ان انا طولت عليكم، واسف ان انا كنت متعصب، واتمنى ان انا اشوف دعمكم. انا بقدم محتوى رياضي على التيك توك، واتمنى دعم جمهور نادي الزمالك، وبتكلم فنيا في كل حاجه، مش شرط الزمالك، بتكلم في الزمالك وفي الاهلي وفي الاسماعيلي، وبتكلم في حال الكره المصريه كله. انا بتاسف لكم ان انا النهارده كنت عصبي من اجل الزمالك وجمهوره. وان شاء الله باذن الله انا ببقى متواجد فاتح لايف يوميا الساعه 1:30. اتمنى دعمكم، ودعمكم ليا هو النجاح. وتصبحوا على الف خير، وان شاء الله تكون في اخبار سعيده لنادي الزمالك.